اليوم رح نعلن عن فيلم نعلن لكم. تسألوني عن معدات التصوير. لا يا حبيبي، لا لك شبح. هلا اهلي بيكونوا عم يشوفوا المقطع، اعتبروا هذا اخر فيديو بقناتي. قلنا هوا ما طق قلبي حرفيا، مليت طق قلبي يا جماعه. بس هيك طلعت معنا النتيجه. انا طول عمري بتمنى بلدي الحبيب سوريا تطلع ترند، ممكن بعمل فني او حتى بمباراة كرة قدم او بعمل اخلاقي او ممكن سياسي. بس بحياتي وعمري ما توقعت ان عنون اكبر الصحف والمجلات العالمية بعنوان الكارثة العربية والتركية. لهيك بندعي بالرحمة لجميع شهدائنا العظماء والشفاء العاجل لكل المصابين. كما جاء عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره ان يستجيب الله له عند الشدائد والركاب فليكثر الدعاء في الرخاء. ايه، وشو فكرة الفيديو؟ اوه متطور يا حب. لا يا ابو ولو. ملاحظة، شايفين لي هذا الشاب الكيوت الهيك؟ هذا نفسه ابو الاسود اللي كان يزعجنا بكل مقطع. طيب اليوم رح نعلن عن فيلم بعنوان الدماء العربية التركية. ما فهمت كيف فيلم؟ يعني بوستر، هي الصورة اللي بنكون فيها عم نعلن فيها للفيلم. طبعا وهذا الشيء بتضمن هدفين، هدف شخصي وهدف اجتماعي. الهدف الشخصي اللي هو اني اختبر قدراتي واتحدى نفسي بنفس الوقت بالفوتوشوب. اما الهدف الاجتماعي واللي هو المساهمة ولو بشكل بسيط، اني خليكم تدعوا لشهدائنا بالرحمة والمغفرة. ملاحظة بس، هي فكرة تذكرتها على السريع، انه فكرة هذا المقطع مستوحاة من قناة اليوتيوبر سليمان السويري، عنده اكثر من 400 الف مشترك، لكن طورته وعملته بما يتناسق مع الوضع الحالي وبس. مشكورين. اوكي، هون بلشنا بالمرحلة الاولى والقينا لكم نظرة على اعلانات نتفليكس واقتبست لكم للفكرة العامة. طبعا هون اخذت جولة وتعمقت. وبعد كل هذا رح نبلش بفكرة بناء المشروع، فكرة البوستر يعني. زاوية اخذ الصورة رح تكون الي طبعا، وصولا الى تفاصيل البوستر وانتهاء باللمسات النهائية. مرور شي ساعة زمان كمان. اوبا، ساعتين يا حصان. هو قالوا لك انه انا الفكرة هيك بتكون جاهزة ببالي، بس لازم انطقها، عرفت؟ يا زلمة مغباك كذب. طيب وهلا حددنا زاوية التصوير واخذنا فيها عدة صور وانتقينا الافضل. لا تسألوني عن معدات التصوير. لا يا حبيبي، لا لك شبك لك حبيب. يلا على القليل، هذا الاستفادة الوحيد اللي استفدته من كتب المدرسة. هلا اهلي بيكونوا عم يشوفوا المقطع، اعتبروا هذا اخر فيديو بقناتي. قلنا هوا. وهون بلشت رحلتنا بالبحث عن التفاصيل اللي بدنا نضيفها للبوستر والشغلات الاساسية فيه. بتعرفوا انا من مواليد يو اس اي، عرفتوا؟ انا هيك اضطريت استعان بصديق، قلت هيك مجامله يعني، عاملي مع الله خيو. لان غالبا اذا مو دائما البحث باللغه الانجليزيه افضل بعشرات المرات من البحث باللغه العربيه. وليش هالعنصريه انا ما بعرف. وهون شطينا لنا شي سالفه ساعتين بس، ولكن واخيرا قدرت احدد المعالم الاوليه والصوره المبدئيه للصوره، وتوكلنا على الله وبلشنا مرحله التعديل والتطبيق. وهي المرحله استخدمنا عده تطبيقات التي تعد الافضل فوتوشوب على الموبايل، بيكس ارت، وصولا الى اللايت روم، وانتهاء بتطبيق كلورو. هلق على الموبايل. والله ان شكلك عامل حالك معايش معي يعني، على اساس ولك مو هيك على اساس انه انا اللي فيني استخدم شله ادبي ها وعم قول لا. يا زلمه طبعا بعد شي شغله ساعه وبعد ما طق قلبي حرفيا، مليت طق قلبي يا جماعه، خلصنا تطبيق الصوره وانتقلنا من عمكم بيكس ارت الى عمكم اللايت روم، وعملنا بعض الحبشتكلات وضفنا بعض التاثيرات على اساس عامل حالي اللي بفهم فيهم. يعني صفنت هيك شوي، ما استخدمنا عمكم كلورو، قلت والله لنستخدمه بهذا المقطع، وفدت شو عملت فيه انا ذاتي ما بعرف. لا واثقه من نفسيها، مش واخد بالك. بس هيك طلعت معنا النتيجه. هي شايفك انت عم تقول الاعلام مو حلو، شوفيني قدراتك جاي تفزلك علي يعني ما بعرف. طيب وبعدين شو راح تعمل فيها؟ راح نزلها على حسابي الانستغرام، يعني اذا بتحب تتفاعل علي راح تلاقي رابط حسابي تحت بالوصف. واخر شيء عن جد بحب اقوله، عن جد حاولوا ادعوا من كامل قلبكم الشهداء اللي راحوا سواء بسوريا او تركيا، والله يجعل الصبر مسكن قلوب اهلين واحباب يا رب. لا تستهينوا بالدعاء، واذا عندك قدره ماديه راح اترك تحت بالوصف رابط لصفحة موثوقة حاطة رابط تبرعات، وما راح احط رابط تبرعات بشكل مباشر حتى يصير اي التباس وبس. والله وسعيد جدا بهي اللمة واللهفة العربية اللي صارت، وكل الحب لكم والله يحميكم. سلام.
friendo, I look good. كات. هون شطينا لنا شي سالفة ساعتين، عرفتوا؟ يا عمي المدراء. طيب اليوم رح نعلن لكم